التاريخ يصنعنا أم نصنعه؟ من يمتن للآخر؟ من يطارد الآخر؟ حتما نحن من يصنع التاريخ، نحن من يمنحه ما يكتب. ماذا لو مرت كل الأيام دون ما شيء، دون أفعال عظام؟ لن يكتب التاريخ شيئا. هذه الكتب العتيقة نحن من يسكنها، نحن الكلمات والسطور والنور. من بين كل أندية العالم لن تجد حكايات بثراء الأندية المصرية، خاصة الأهلي والزمالك. لن تطل عليك أسماء كتلك ولا أحداث كتلك يختلط فيها النضال بالأبطال. وأنت تقرأ عن الأهلي والزمالك تحديدا قد تتشابه القصص مع ألف ليلة وليلة. كل الأسماء كبيرة والأماكن في بداياتها البكر تختال بالألق والندى. مشاهد من فيلم لا تمل من مشاهدته ألف مرة. تتداخل الأحداث مع ثلاثية نجيب محفوظ ورد قلبي والقاهرة 30. كل أولئك في الأرجاء. في حكاية الأهلي والزمالك فقط ستقرأ أسماء الكبار: الخديوي عباس حلمي، سعد باشا زغلول، مصطفى باشا كامل، عبد الخالق باشا ثروت، عبد الرحمن الرافعي، واللواء محمد حيدر، وحسين بيك حجازي، وابراهيم علام جهينة، وعمر بيك لطفي. يا لها من أسماء تطاول السماء. هؤلاء وغيرهم في الحكاية. وفي الصورة تفاصيل أخرى تضيء حتى في سنوات الكفاح والنضال والتخلص من بقايا المستعمر. أسماء تصر على مصر، تدافع عنها، تحملها في حنايا الصدر نورا وقدرا وأملا. دعونا نبدأ كيفما بدأ التاريخ بحكاية الأهلي. وقتها كانت مصر تحت حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، كانت تموج بالغضب بسبب الاحتلال البريطاني. وقتها كانت حادثة دنشواي، وكانت خطب الزعيم مصطفى كامل تخطف الألباب وتحرك الصخر. فكانت قرار إنشاء ناد للمدارس العليا يجمع طلاب مصر تحت راية واحدة هي راية النضال والثورة. تأسس نادي طلاب المدارس العليا في 8 من ديسمبر من عام 1905، وافتتح في يوم مشهود في 5 من أبريل عام 1906. يومها كان بين الحضور حسين باشا فخري وزير المعارف، ومحمود باشا الصدقي محافظ القاهرة، وكثير من الطلاب والخريجين ورجال الحكومة. وألقى عمر بيك لطفي خطابا صدحت بعده الموسيقى العسكرية بالألحان تعلن ميلاد واحد من أعظم مظاهر الحركة الوطنية في تلك الحقبة. ومن رحم هذا الكيان جاء الأهلي الذي حل سريعا محل نادي طلاب المدارس العليا ليحملوا مشعل الحرية والنور. وكان أول اجتماع لأعضائه في 24 من أبريل عام 1907. اختارت اللجنة العليا وقتها مستر ميتشل أنس ليكون أول رئيس للنادي، واستمر حتى 2 من أبريل عام 1908. واحتاج الأهلي إلى قرابة 15 عاما ليتخلص من الوجود الأجنبي تماما. بعدها قرر في جمعيته العمومية في 4 من يناير عام 1924 طرد الأجانب من عضوية النادي وقصرها على المصريين. تخيلوا إن كل هذا مجرد صفحات استهل بها الأهل الكتاب، كتاب المجد الذي يليق بمن بنوا ومن أسسوا، مجد يليق بمصطفى كامل وعمر بيك لطفي، مجد نكتب عنه اليوم كما كتب الرافعي وسطر اللواء، مجد لا يليق به سوى الأوفياء. لا تختلف الحكاية البيضاء كثيرا عن تلك، نفس الأماكن، نفس الشخوص، مع اختلاف الأسماء، والأهم ذات النضال. من بنى هنا وهناك هم الرجال. في 25 من ديسمبر عام 1910 راودت الفكرة البلجيكي جورج مرزباخ. وقتها كان يجلس على صفحة النيل، رأى أن مكان استراحة شركة الترام
مناسب تماما ليكون ناديا رياضيا. بدأ النادي سريعا باسم قصر النيل، وفتح أبوابه للمصريين والأجانب معا. تأسس كناد رياضي وثقافي واجتماعي في 5 يناير عام 1911، وترأس مجلس إدارته مارزباخ، واتخذ نائبا له العالم الأثري الكبير هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، ومعهما كان نوح أمين عبد الله وأحمد محمود عزام واللبناني خوري شلهوب ممثلا لشركة الترام، وعدد من الأسماء التي دشنت هرم الرياضة المصرية الثاني. في العام 1913 انتقل النادي إلى مقره الثاني عند تقاطع شارعي 26 يوليو ورمسيس. تخيلوا هذا المكان حيث مقر دار القضاء العالي اليوم كان مقر نادي المختلط، وهو اسمه الثاني بعد قصر النيل. ويومها عاصر الزمالك الحرب العالمية الأولى بكل أحداثها. وقتها كان مرزباخ وشودان وبوشو مشغولون قطعا بالحرب أكثر من انشغالهم بالزمالك أو المختلط، ومثلما تمصر الأهلي فعلها الزمالك أيضا وكان أسرع. فبعد انتهاء ثورة 1919 كان قرار التغيير بالتمصير، وتحديدا في العام 1923، وترأس النادي اللواء محمد حيدر باشا. وفي شتاء العام الذي تلاه انتقل مقر النادي إلى الزمالك حيث مسرح البالون الآن. وفي العام 1940 تغير اسمه إلى نادي فاروق الأول عقب حصوله على الرعاية الملكية من ملك مصر والسودان في ذلك الوقت. وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952 أصبح اسمه الزمالك، وانتقل إلى مقره الحالي في مساحة تبلغ 35 فدانا تجمع بين أسوارها 24 لعبة رياضية. تلك حكاية نشأة كل منهما على حدة، لكن لهما معا حكايات كثيرة. فقد كان أول اللقاء الأول بينهما منذ أكثر من 103 أعوام، وتحديدا في 9 من فبراير عام 1917. كما جمعتهما حكاية حسين بيك حجازي أبو الكرة المصرية والذي لعب لهما معا، وحكايات علي الحسني وتوفيق عبد الله ومصطفى كامل وعبد الكريم صقر ومحمد الجندي وعلاء الحمولي وعبد العزيز قابيل وأحمد عفت وزكي عثمان ويكن حسين والحكم إبراهيم أفندي عثمان الذي أدار المباراة الأزمة بينهما في 15 من مارس عام 1929. وحكايات الكأس السلطانية وكأس منطقة القاهرة، حكايات بعمر المكان وبطول شريط السينما، حكايات الانتصارات والبطولات أكثر من 100 عام تجسد صفحة من تاريخ وطن اسمه مصر. هو من ألهم أولئك المناضلين ليتركوا لنا مع النضال والجمال حلما لا يزال بيننا، اسمه الأهلي والزمالك.